هي كانك ان انت بتاجر فيرتشوال ماشين. فيرتشوال ماشين دي كانك بتاجر سيرفر على امازون. تمام. لما بتيجي بتختار سيرفر بتختار شويه حاجات تعرف بيها السيرفر ده، منها السي بي يو، عايز السي بي يو بتاعه يبقى قد ايه، الرامات بتاعت السيرفر دي قد ايه، الاوبريتنج سيستم ده لينكس ولا ويندوز، الاستورج قد ايه. فدي الحاجات اللي انت لما بتيجي تختار الاي سي 2 انستنس محتاج ان انت تختار تعرف الاربع حاجات دول معاك. طيب في كاتيجوريز للاي سي 2 انستنس، وبيزد على الكاتيجوريز دي بيبقى مثلا السي بي يو اعلى من الرام او الرام اعلى من السي بي يو حسب الجوب او التاسك اللي انت هتعملها او هتستخدم فيها الاي سي 2 انستنس دي. طيب تعالى ناخد اول مثال للكاتيجوريز بتاعت الاي سي 2 انستنس، هي الجنرال purpose. ايه الجنرال purpose دي؟ هي اي سي 2 انستنس بتبقى بالانس ما بين السي بي يو والميموري. تمام. يعني السي بي يو والميموري بالانس، ما فيش حاجه اعلى من التانيه. بتستخدم امتى الجنرال purpose؟ لما مثلا يكون عندك سي ويب سيرفر، عندك ديف انفايرمنت. ديف انفايرمنت يعني انفايرمنت هتعمل فيها تيستنج، عايز تقوم مثلا سيرفرات هتستخدمهم لتيستنج، سمول او ميديوم داتابيزز. ده شكل الاي سي 2 انستنس وانت بتختارها في امازون. يعني لو انت هتلاقي مثلا انت بتختار الاي سي 2 انستنس يقول لك عايز تي 3، عايز تي 4، عايز ام 5، عايز سي 5. فلما تلاقي تي 3 تي 4 ام 5 تعرف ان دي كلها حاجات جنرال ايه بيربس. طيب تاني كاتيجوري هو الكمبيوت اوبتمايزد. كمبيوت اوبتمايزد ده بيبقى الكمبيوت بيبقى اعلى حاجه في الاس 2 انستنس دي. بتستخدمها ايه امتى؟ لما مثلا تكون بتعمل باتش بروسيسنج، بتعمل ميديا ترانسكودنج، هتحول مثلا هتكونفرت اوديو او فيديو من فورمات لفورمات تاني. الحاجات دي بتحتاج بروسيسنج عالي جدا. ايه شكل الاس 2 انستنس في امازون؟ بيبقى مثلا بيبقى شكلها بالمنظر ده. هتلاقي مثلا رقمها يا سي 5 سي 6 جي. فلما حضرتك تلاقي سي 5 سي 6 تعرف ان الحاجات دي كلها كومبيوت اوبتمايزد. تمام. ايه تالت كاتيجوري؟ هو الميموري اوبتمايزد. دوت بيبقى الميموري هو اللي فيه بيبقى عالي عن الكمبيوت او عن السي بي يو. ايه الايديال يوز كيس بتاعتها؟ لما مثلا يكون عندنا هاي بيرفورمانس داتابيز. الداتابيز في اوقات الداتابيز بتبقى محتاج ميموري عاليه جدا وميموري كاشز عاليه جدا. فساعتها حضرتك لما هتيجي تقوم الداتابيز هتختار الداتابيز او هتختار تايب او كاتيجوري من الميموري اوبتمايزد. ايه شكل ال او شكلهم بيبقى عامل ازاي في امازون؟ زي ما انت شايف كده R5 R6 X1 X1E. طيب رقم 4 هي الاستورج اوبتمايزد. ودي ان الاستورج بتبقى اعلى حاجه في الاس 2 انستنس. بتحتاجها امتى؟ في الراشنال او النو سيكوال داتابيز. وده بيبقى شكلها في امازون. اخر حاجه هي الاكسلريتد كومبيوتنج. تمام. بتستخدم امتى الاكسلريتد كومبيوتنج؟ لما مثلا تكون هتعمل عايز اس 2 انستنس هتعمل عليها ماشين ليرنينج او كومبلكس كالكوليشنز. ده بيبقى شكلها او الارقام اللي هي الخاصه بالاكسلريتد كومبيوتنج. ويعني انا اسف لو الحته دي مش احسن حاجه في الشرح، بس هي حته نظري يعني مضطرين ان احنا نستحملها ازاي. تمام. دي ال different payment plans، ودي مهمة جدا 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 في الامتحان بتاع اي دبليو اس. تمام. ايه اول payment plan؟ هي الاون ديماند. يعني ايه الاون ديماند؟ ان انا هاجي اقول انا عايز الاي سي 2 انستنس دي وقت لما احتاجها. يعني انا مثلا في اي وقت انا محتاج اي سي 2 انستنس هروح رايح قايل يا جماعه انا عايز الاي سي 2 انستنس دي اقومها دلوقتي، وهدفع بالساعه او بالثانيه. مفيش كوميتمنت. يعني انا جيت رحت مقومها الساعة 12 الظهر. تمام. جيت الساعة واحدة، مش خلاص عملت التاسكات اللي انا عايزها، ممكن اروح جاي قافل الاس 2 انستنس دي. في الحالة دي انت لما تيجي لو انت عارف ان انت عايز اس 2 انستنس هتعمل فيها جوب مثلا لمدة ساعة لمدة نص ساعة، وانت مش عارف لحد امتى انا محتاج ان انا اشغلها، ووقت لما اخلص التاسك بتاعتي عايز ان انا اقفلها، ساعتها هتختار الاون ديماند. ليه؟ عشان مفيش كوميتمنت. انت راجل ممكن تقومها في اي وقت وممكن تقفلها في اي وقت. تمام. بيقول لك ايه الايديال يوز كيسز؟ لما يكون عندك شورت تيرم، عندك حاجه مثلا، عندك سبايك، عندك وقت معين انت عارف ان مثلا اللود هيبقى عالي جدا في الوقت ده على السيرفرات اللي عندك، فعايز تحط سيرفرين زياده في الوقت ده. ف unpredictable workloads، جه فجأة work load عالي جدا، ضغط عالي جدا على السيرفرات بتاعتك، فعايز تزود سيرفرين ثلاثة زيادة على الانفايرمنت بتاعتك. فدي اول حاجه، اول بيمنت اوبشن اللي هي الاون ديماند. تمام.
تاني بيمنت اوبشن اسمها ريزيرفد، ماشي. ومن اسمها زي ما انت شايف انت بتحجز ايه؟ بتحجز الاس 2 انستنس دي، ماشي، لمده من سنه لثلاث سنين، ماشي. وبتاخد عليها بقى ساعتها ديسكاونت، تمام. يعني هنا مثلا لو كنت بتدفع سي في السنه في الساعه مثلا سي $10، ماشي. هنا انت ممكن لو انت هتأجرها بالسنة، ماشي، الاس تو انستنس دي بالسنة او بالثلاث سنين، ساعتها طبعا ممكن تتحاسب الساعة بدولار واحد بدل ما كنت بتتحاسب الساعة ب$10. طيب ايه امتى ممكن تستخدم الريزيرفد انستنس؟ للابليكيشنز اللي هي هتقعد معاك لونج تيرم، ماشي. في البرودكشن انفايرمنت، انت عندك انفايرمنت برودكشن، عارف ان دي حاجه هتشتغل لمده سنه او سنتين او ثلاثه، فبتيجي تروح كده الامازون تقول انا عايز الاس 2 انستنس ديت، عايز التايب بتاعها سي مثلا تي 3، ماشي، وهأجرها لمدة 3 سنين. فأمازون هتقول لك تمام، مفيش مشكلة، حضرتك محتاج إن أنت تدفع لنا مثلا $1000 على الثلاث سنين دي. وممكن تدفع $1000 دي مثلا جزء اب فرونت، يعني ممكن تدفع مثلا نص الفلوس دي في الاول والنص التاني في الاخر، او ممكن تدفعهم كلهم في الاول وتاخد ديسكاونت احسن، او ممكن تدفع الفلوس في الاخر. طيب، طب احنا عرفنا الاون ديماند والريزيرفد. ايه السبوت انستنس دي؟ السبوت انستنس دي انت بتيجي مثلا تقول او اي دبليو اس بتبقى عامله زي اوفر كده، ماشي. فتقول مثلا ايه الانستنس الفلانيه، ماشي، الاس 2 انستنس اللي هي مثلا التي 3، دلوقتي انا باجرها ب $5، ماشي، في الساعه، ماشي. ممكن كمان شويه ال $5 دي تبقى 6، ماشي. هي بتبقى ارخص على فكره من الاون ديماند والريزيرفد، تمام. دي ارخص تقريبا حاجه، ماشي، ارخص نوع من انواع الانستنس. فانت بتيجي تقول ايه؟ تقول ماشي، هي دلوقتي ب$5، انا هروح اعمل رهان، هقول ايه؟ انا عايز الاس 2 انستنس دي طول ما هي اقل من $5.50، ماشي، في الساعه، بير اور. طول ما هي اقل من $5.50 انا هفضل مأجر الاس 2 انستنس دي. وتروح واخد الاس 2 انستنس دي ترن عليها بقى الابلكيشن بتاعك اللي انت عايزه. انت عارف مثلا ان انت عايز اس 2 انستنس لوقت معين، وقت قصير، ماشي، برضو، وعايزه يكون رخيص، مش عايز ان تدفع فلوس كتير. فانت تروح عامل ايه؟ تروح جاي واخد مختار سبوت انستنس، وتعرف كده تقول ايه؟ انا اخري هدفع $5.50 في الانستنس دي في الساعه. اول ما السعر الاس 2 انستنس يطلع فوق $5.50، ماشي، حضرتك هتخسر الاس 2 انستنس ديت. فدي فكره السبوت انستنس، ان انت زي مثلا بتعمل بيدنج او رهان على انستنس سعرها رخيص، وتيجي تقول انا سقفي ان انا ادفع للانستنس دي هو ده. اول ما السعر ده يتغير انا هخسر الانستنس ديت. السيفنج بلان هي رابع حاجه اوبشن في البيمنت اوبشنز. حضرتك بتكوميت على انستنس برضو من سنه لثلاث سنين في بلور ريت، بريت اقل من الاون ديماند فور انستنس، ويمكن يكون اعلى شويه من ريزيرفد انستنس، عشان هي بتديك فلكسبيليتي ازاي ان انت ممكن تغير الانستنس تايب بعد في وسط المده ديت. يعني انت هنا لما جيت في الريزيرفد انستنس، حضرتك جيت رحت مختار مثلا عايز تي 3 لمده 3 سنين، تمام. مش هينفع ان انت تغير التي 3 الانستنس تايب دي، مش هينفع تغيرها، هتفضل لازقه فيك الثلاث سنين. في السيفنج بلان لا، ممكن تغير الانستنس تايب دي في وسط المده بتاعتك. طيب ايه اهم او ايه النوعين اللي موجودين في السيفنج بلان؟ حاجه اسمها الكمبيوت سيفنج بلان والاي سي 2 سيفنج بلان. الكمبيوت سيفنج بلان دي لو انت اخترت السيفنج بلان ديت، ممكن تغير الانستنس فاميلي، تمام. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كان معايا تي 3، ممكن بكره اقول انا عايز ابقى معايا سي 5. دي كان الانستنس فاميلي دي اللي هو اللي بتبتدي بالحرف، حرف معين في امازون. فكل الحاجات اللي هي بتبتدي بتي دي كده انستنس فاميلي معينه، كل الحاجات اللي بتبتدي بسي ده انستنس فاميلي تانية، تمام. وارجع بقى للسلايد اللي فات عشان تعرف الفرق ما بين الكاتيجوريز بتاعت الاس 2 انستنس. طيب لو انا كان معايا تي 3 مثلا، وجيت في نص المده، انا عارف ان انا ممكن اغير من تي لمثلا سي، ساعتها هختار الكمبيوت سيفنج بلانز، عشان دي هتخليني ان انا اقدر اغير الانستنس فاميلي. النوع التاني هو الاي سي 2 انستنس سيفنج بلان، دوت بتبقى ليميتد للانستنس فاميلي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو انا كنت معايا سي 5، هاجي ممكن في اخر في نص المده اغير لسي 6، لكن مش هينفع اغير مثلا لحاجه تي او حاجه ام، مش هينفع، لان انا ليميتد بالفاميلي يعني اي حاجه بتبتدي بسي ممكن اغير لها، لكن حاجه بتبتدي بحرف تاني مش هينفع.
طيب في خامس نوع في البيمنت بلان الديديكيتد هوست. ماشي، الديديكيتد هوست ده فكرته ايه؟ ان انت بتاخد سيرفر كامل ليك، هيبقى ليك كده زي سيرفر، تمام؟ ده بتاعك انت، مفيش كاستمر تاني هي اكسس السيرفر ده. خلينا برضو عشان تبقوا فاهمين هنا، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها الاربع حاجات اللي فوق دي، بيبقى اصلا الكلام ده موجود على سيرفر، وانت بتاخد في ام اي على السيرفر دي. فانت مثلا ممكن السيرفر ده يكون مثلا في زي مثلا 50 في ام، انت هتاخد في ام من ال 50 في ام في السيرفر ده. ممكن كاستمر تاني خالص ياخد في ام تانية على نفس السيرفر، تمام؟ طيب حضرتك ممكن مثلا عايز ان انت، لا انا عايز السيرفر ده انا اتحكم فيه، عايز احط له لايسنس معين، عايز احط له سوفت وير معين. مثلا انا عندي داتا سنسيتيف جدا وخايف ان انا لو حطيت الاي سي 2 انستنس بتاعتي شيرد مع حاجات تانية على نفس السيرفر، يحصل اي حاجه ليها علاقه بالسكيورتي. هو المفروض طبعا نظريا ما يحصلش، بس فور security purposes لا انا عايز ان انا السيرفر ده يكون بتاعي، ما حدش ليه اي اكسس عليه غيري انا. كل الحاجات اللي انا بحطها عليه مش شيرد مع اي حد تاني. ساعتها ممكن تختار حته الديديكيتد هوست، فانت you pay for a physical server fully dedicated for your use، تمام؟ to meet compliance requirement، زي ما قلنا حاجات ليها علاقة ممكن بال security. طيب في الاوبشن الاخير حاجه اسمها dedicated instance. الديديكيتد انستنس دي ان انت برضو بتاخد زي سيرفر بس مالكش اكسس على اللايسنس او الهاردوير بتاع السيرفر ده. فانت هيبقى عندك حاجه، في حاجه اسمها dedicated instance، ان انت هتاخد اي سي 2 انستنس على ديديكيتد برضو سيرفر بتاعك انت بس الهاردوير نفسه انت مالكش اكسس عليه. فالديديكيتد انستنس دي انستنس ران اون هاردوير ذات از ديديكيتد تو ا سنجل كاستمر، يعني الهاردوير ده كله هيبقى ديديكيتد ليك without physical server control، مش هيبقى ليك اكسس او كنترول على الفيزيكال سيرفر.